عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. النهاردة هنعمل مع بعض صينية جلاش، انما ايه خطيرة بكريمة اصلا مختلفة شوية عن اللي احنا بنعملها على طول. ان شاء الله هتعجبكم. شوفوا معايا المقادير من اولها. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا حابة ان احنا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا مع بعض نخش في المقادير ونعرف هنعملها ازاي بتكات وحركات مطبخ ام فرح. ايه هي المقادير اللي معايا؟ نص كوبايه من السكر، دي معلقه من الكاستر يا جماعه، دول 3 معالق من النشا، دي بيضه، والفانيليا. واظن انتوا عارفين اي حاجه بحلويات او اي حاجه بنعملها بحب احط لها ريحه الموز. ومعايا لتر من الحليب. تمام. هنزل دلوقتي معايا حله اهيت. هنزل دلوقتي بالبيضه. تمام. وهنزل بنص كوبايه السكر، وهنزل بالفانيليا بتاعتي عشان البيضه. تمام. هنزل عليهم بحوالي ربع كوبايه كده من اللبن. هقلب بقى الخليط بتاعي ده كله كده الاول. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. جربوا الكريمه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. يبقى نقول المقادير بتاعتنا تاني. معايا نص كوبايه من السكر، حطيت عليها بيضايه، حطيت عليها الفانيليا بتاعتي عشان زفرت البيض زي ما احنا عارفين، حطيت عليها حوالي نص كوبايه كده من اللبن وقلبتهم. ودلوقتي بقى هنزل ببقيه اللبن بتاعي. تمام. وهنزل بالنشا بتاعتي 3 معالق من النشا، وهنزل بمعلقه الكاستر. تمام. هقلب ده كله كده على البارد. هتدوقوا احلى كريمه ممكن تدوقوها في حياتكم بجد. هنشوف بس دلوقتي مش هتقولوا جلاش اصلا احنا بنعمله، هتقولوا ده بقلاوه كده باظه فيها الكريمه وفي كل حاجه. خلاص انا قلبتها كلها على البارد، هطلع بيها على البوتاجاز. ايدي بقى هتفضل مستمره في قلب الخليط بتاعنا ده عشان احنا حطينا نشا، وعارفين ان النشا لو سيبناها على نار سخنه بتكتل معانا. لا احنا نفضل ايدينا كده فيها لحد ما تبدا تبني تتقل معانا تبقى كريمي كده، نقوم رافعينها من على النار. ومعايا هنا بقى انا حطيت 3 كوبايات من السكر. انا بحب ازود في الشربات الصراحه او السيرب بتاعنا وبحطه في التلاجة ما بيجرالوش اي حاجه. حطيت 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين من الميه، ولسه مولعه عليهم يا دوب بس هياخدوا غلوه، وبعدين ننزل عليهم بعصره ليمون كده مع الفانيليا. شايفين بقى يا جماعه القوام بتاعها بقى كريمي ازاي وجميل. هو ده القوام اللي انا عايزاه بجد بجد. الكاميرا ظلمه لونه وقوامه كل حاجه. شايفين انا عايزاه بقى يبقبق كده. شايفين البقبقه دي؟ انا عايزاها تبقبق كده. خلاص انا كده هطفي عليه بقى اهو. انا عايزه البقبقه دي سيبه بس يبقبق دقيقه، ثانيه اقل من ثانيه. هنوطي النار بس دقيقه كده. اول ما يوصل لمرحله البقبقه دي اعرفوا ان الكريمه بتاعتي ممتازه. وكويسه جدا. تمام. وانا معايا هو هنا الشربات، شايفين لونه؟ عصرت له نص ليمونه وحطيت له الفانيليا، ريحته تهبل تهبل يا جماعه. خلاص هطفي عليه بقى. طفيت بقى على الكريمه بتاعتنا كده. هنسيبها بقى تبرد خالص وبعدين نشوف هنعمل ايه. حضرت بقى معايا اهوت يا جماعه زي ما احنا شايفين كده الجلاش، ودي الكريمه بتاعتنا. انا لسه سبتها بردت خالص. شايفين قوامها تحفه 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 بجد، وطعمها بجنن. هنا بقى سيحت معايا اهوت سمنه.
على زبده. السمنه مع الزبده يا جماعه في الجلاش بتبقى تحفه تحفه بجد، لازم تجربوها. هبدا بقى دلوقتي، ممكن ان احنا نلف رول زي ما انتوا عايزين. هبدا دلوقتي ان انا ادهن الصينيه بتاعتي اللي انا هرص فيها من خليط السمنه على الزيت ده. عايزه اللي انت تعمليها صينيه جاهزه كده على طول، ممكن انت تلفي رول زي ما انت تحبي. فانا هاخد مع بعض كده طبقه من الجلاش اهوت، نحطها في الصينيه بتاعتنا كده اهوت. حطيت اول طبقه، ما بين كل طبقه وطبقه كده بقى هدهن من السمنه بتاعتي على الزبده. هنصها عادي اكننا بنص صينيه جلاش باللحمه. هحط الطبقه التانية اهو يا جماعه. حطيت الطبقه التانية، هبدا برضو ان انا ادهنها، وهكمل نفس الخطوات لحد ما اعمل نص لفه الجلاش واوريها لكم. زي ما احنا شايفين كده انا خلصت نص طبقه الجلاش، نص لفه الجلاش اللي معانا رصيتها تحت. ما بين كل طبقه وطبقه حطيت سمنه وزبده زي اللي احنا سايحينها ديت. جلاش وحلويات شرقيه يعني لازم سمنه وزبده كتير يا جماعه يعني اتوصوا. ماشي، هبدا بقى الوقت ان انا احط الكريمه بتاعتي كده اهو وافردها. هبدا بقى ان انا افردها دلوقتي. رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ حاجة كده خطيرة خطيرة خطيرة، لازم تجربوها بجد وتكتبولي في التعليقات. خلاص انا رصيت اهوت طبقة الكريمة كلها. اللي انا هعمله بالظبط هكمل نفس لفة الجلاش على الوش، بس مش اكتر من كده. واوريها لكم هنعمل ايه بعدها. شايفين يا جماعه؟ خلاص انا خلصتها اهوت وقطعتها زي ما احنا شايفين. قطعت جزء مربعات وجزء مثلثات، يعني التقطيعه اللي انت حباها قطعيها. ورشيت على الوش، على وش خالص طبقه برضو من السمنه والزبده اللي احنا عملناها. دلوقتي بقى هدخله على فرن درجه حرارته 180 يكون سخن، واول ما هتطلع هوريها لكم بقى عامله ازاي وجمالها وحلاوتها. تمام؟ فين يا جماعه الجمال والحلاوه؟ ايه ده بقى؟ حاجه كده تستاهل بقكم. لسه خارج اهوت. معانا بقى دلوقتي الشربات بارد والجلاش بتاعنا سخن، هننزل بيه كده. وممكن لو ما عندكيش شربات يا جماعه او سيرب، ممكن تنزلي عادي بعسل ابيض. تعرفي من الجلاش اللي هو ناجح بسبب ان هو بيشرب السيرب بتاعه. تحفه، حاجه كده سخنه حاجه كده تستاهل بقكم بجد يا جماعه. شايفين اللون والجمال والحلاوه؟ تعالوا كده بقى. هو سخن بس هنطلع مع بعض حته كده اوريهولكم. شايفين يا جماعه؟ انا بس عايزه اوريلكم ان قد ايه
عايزه بس اوريكم هو ازاي مورق وجميل، وشايفين الكريمه بتاعتنا دايبه في قلبه. اوف تحفه. تيجوا بقى كده ندوق مع بعض. شايفين لونه من تحت حاجه كده. الله بجد، الله بجد، لازم تجربوه يا جماعه، هيعجبكم جدا جدا جدا. عايزه بقى اقول لكم لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنعمله. يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.